تعالوا بينا مع بعض كده نخلي الزيتون في البيت. الزيتون اللي معايا النهارده هو زيتون العزيزي. محامية الصبح والشيف بعد الظهر، نموذج للست المصرية اللي عاوزة تكون ربة منزل وموظفة وأم وزوجة، وبشرط تكون ناجحة ومميزة في كل دول. حكاية الشيف شيماء أيمن صاحبة أجمل صوت وابتسامة، إزاي اتشهرت وإزاي شغالة أكتر من حاجة، ومفاجأة عن حلم حياتها. كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. شغالة كل حاجة بتحبها وبتعشق الأكلات والوصفات، وشغلها في المحاماة ما خلاهاش توقف حلمها وتبقى من أشهر شيفات الوطن العربي. كلامنا هنا عن الشيف شيماء أيمن صاحبة الوصفات الجامدة اللي ملهاش زي. كلامنا هنا عن الشيف شيماء أيمن صاحبة الوصفات الجامدة اللي ملهاش زي، وبتعشق مطبخها، تحسه ممتلكتها، مهتمية بكل تفصيلة صغيرة وكبيرة فيه. شيماء محامية وأم وزوجة، وتضيف على كل ده إنها شيف، يعني بتشتغل الصبح محامية وباقي اليوم شيف، وبتطور من نفسها كل يوم عن اليوم اللي قبله. واتعلمت الوصفات والخلطات السحرية من مامتها اللي واخداها قدوة في حياتها. شيماء بتعشق الاختراعات والتغيير، ومفيش أكل أكلتها بره إلا وجت عملتها بطريقة اقتصادية وبأقل التكاليف، ومتابعينها من كل حتة في مصر والوطن العربي. بتظهر في برنامج في المطبخ واللي بيشارك فيه كل الشيفات المشهورين على السوشيال ميديا. حلم حياتها تعمل برنامج بتاعها هي وبس، وتطلع فيه كل موهبتها في الطبخ، وبدل ما يبقى عندها مليون يبقى عندها ملايين. شيماء راحت مزرعة مخصوص وخللت هناك كل أنواع الزيتون، وعملت حلقة ولا أروع، الكل انبسط منها واستفاد، وقالت كل التركات والخلطات السحرية اللي بتودي المخلل في حتة تانية. مش بس كده، عملت كمان الفطاير بالسكر، وحطت مية مغلية على الدقيق ولبن بودر وزيت ولبن. أما بقى عن سر خضار الملوخية وإنها تكون شبه الطازة حتى لو كانت مجمدة، فهي إنها بتخلي الشوربة تغلي وبعدين تنزل الملوخية. شيماء ما بتحبش ترمي الأكل، بتحب تستعمل البواقي في وصفات واختراعات جديدة تحسسك إن الأكلة دي معمولة دلوقتي حالا. فهي عملت من المكرونة البايتة حلا في أقل من 10 ثواني. مش بس كده، دي عملت أكبر كيكة منفوشة بالبيكنج باودر واللبن والدقيق، تحسها مش كيكة، دي تورتة دورين. وعلشان توفر على ست البيت، بعد ما بقى الكيلو منها بأكتر من 200 جنيه، جابت السمسم وعملت الطحينة في البيت بأقل التكاليف، وما كلفتهاش كتير خالص. وعلشان برضو أطفالها رغم انشغالها، لقيت إن ابنها جاي وقال لها إنه دفع في ساندوتش برجر رقم كبير جدا. هنا اتصدمت من سعره وقررت تعمله في البيت بخطوة، وكمان بنفس المبلغ اللي عملت بيه كمية كبيرة منه. رجعت متابعيها لأيام الزمن الجميل، وعملت التركات والاختراعات اللي بتودي البتنجان في حتة تانية خالص. عملت أحلى بتنجان مخلل بالفلفل الأحمر واللي تحسه بتاع تيتا. وعلشان توفر على ستات البيوت، خاصة وإن الأسعار بقت أوفر جدا وسعر الجبنة بقى الضعف، واللي كان ب40 جنيه بقى ب100 جنيه، فهي بقى عملت الجبنة التلاجة الدلع في البيت وبكيلو لبن واحد. وعلشان بتحب الحلويات هي وعيالها، فعملت الكريم كراميل في البيت من غير أي مواد صناعية، كله بمكونات من البيت. شيماء رغم إنها ست بيت ومتجوزة وعندها أطفال، إلا إنها اشتغلت محامية وفاتحة مكتب وبتدافع عن حقوق الناس الصبح، وتعمل شيفت كارير بالليل وتشتغل في المطبخ، وهدفها إنها تساعد ستات البيوت بأسهل الوصفات والاختراعات. متابعين شيماء من كل حتة من مصر والوطن العربي كلهم شايفينها بتبدع في أكلاتها ووصفاتها اللي بتودي الأكل في حتة تانية خالص. شيماء ست جميلة ونموذج مشرف لأي واحدة ممكن تاخدها قدوة، لأنها شغالة بالليل شيف وبالنهار شغالة محامية، ومفيش حاجة منعتها إنها تحقق حلمها. ونفسها حلم حياتها إنه يكون عندها البرنامج الخاص بيها ومطعم يبقى بتاعها تعمل فيه كل الوصفات والأكلات بتاعتها. يا ترى أنت من متابعي شيماء ولا لأ؟ وإيه أكتر وصفة أو أكلة اتعلمتها منها واستفدت بيها؟